يجب علينا ونحن يعني نعيش هذه الأيام التي هي أيام حزن في حقيقة الأمر. عشنا فيها فقدان 5 من الناس، منهم أخونا دحمان الذي يعني كلينا معه الملح وعاشرناه ونعرفوه الجماعة هذه اللي ماتت هذه بأنهم ناس ما شاء الله طيبين، وناس يدهم نظيفة، وناس تحبهم وذكرتهم بالخير. ولعل هذه من أكبر الجنائز اللي تشهدها المنطقة، بل هي من أكبر الجنائز اللي شهدها الوطن، وكل الناس تابعتها وعرفت بأن هذا الناس عندهم مكانة في أوساط هذا المجتمع. هؤلاء الناس نسأل الله سبحانه وتعالى هذه الجنازات أن تكون شهادة لهم على الخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم شهود الله في الأرض، إن قلتم خيرا فخير. وإحنا ما سمعنا إلا الخير في هذه الجنائز. نسأل الله أن يكتبها لهم الفردوس الأعلى، وأن يحرم وجوههم عن النار، وأن يجعلهم إن شاء الله راضين بما أتاهم الله من فضله. إخواني الكرام، إن لنا في هذه الأمور عبرة. العبرة هذه تعرفوا شنو هي؟ عبرة في هؤلاء الأموات الذين ماتوا. كاين منكم الآن اللي راهو كبير على الناس اللي ماتت، كاين اللي منكم يقول لك بلي شحال مات في عمره، شحال 40، أنا في عمري 50. تسمى هذيك رسائل، وهذه رسائل الله تبارك وتعالى لنا. لما ندخل المقبرة نلقاو بعض المقابر خاصة في المدن الكبرى يكتبوا تاريخ الوفاة وتاريخ الميلاد وتاريخ الوفاة. ولما تدخل وتشوف المقابر هذه تلقى بلي كاين رسائل من القبور تبعث للإنسان وتقول له بلي أنك في أي لحظة ممكن أن تموت. لأن الواحد كي يدخل في عمره 30 سنة هو برا على المقبرة راهو يأمل بأن المستقبل مازال، ويقول لك ما زلت صغير. وإحنا دائما ما زلنا شادين في العمر إلى آخر لحظة، وهذا هو طبع الإنسان يحب يعيش. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها للنبي عليه الصلاة والسلام: وأينا يكره الموت يا رسول الله؟ كما نحب نعيشه. وهذا أمر فطرة فينا، غريزة فينا أننا نحب نعيشه. ولما جينا نحب نعيشه، المخالطة تاعنا مع الناس يوميا وقليل يذكرك بالله عز وجل، تولي تنسى باللي كان موت، وهذا أمر طبيعي في الإنسان. ولكن نسيانه للموت مصيبته أنه يطغى. يعني لهذا لما يولي إنسان صغير يقول لك أنا صغير 30 سنة ما زال نعيش، عمي فلان عاش 85، إذا أنا ما زال نعيش 55، يا حسرة ندير فيها العجب. ويبقى الإنسان يتأمل. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطى لنا واحد العقلية كيفاش يفكر الإنسان. قال لنا واش قال لنا؟ رسم لنا مستطيل كيما هذا، مستطيل هكذا مربع طويل كيما هذا، رسمه في الرمل كيما هذا، ورسم في المستطيل هذاك قال لنا هذا الإنسان وهذا عمره. هذا هو الإنسان، يعيش عنده مستطيل تعيش فيه حياتك. قال 40 سنة، كاين اللي عنده المستطيل تاعو 60 سنة، كاين اللي المستطيل تاعو 90 سنة، كل واحد شحال. وهذيك المستطيل هذاك زاد رسم فيه النبي عليه الصلاة والسلام خط يديماري منا يديماري معاك، يمشي معاك ملي زدتوا انت في المشاريع تاعك. ومن بعد ملي ديمارا منا خرج وفات المستطيل تاعو، كبر فات المستطيل. قال وهذا أمله، يعني دائما الإنسان الأمنية تاعو طويلة على عمره. دائما تلقانا احنا وكان تلقانا كيفاش نخطوا، ندير هنا ونعمل هنا وندير كذا وندير كذا، ومن بعد تقول بصح حتى شحال تعيش؟ تلقى وكان تضرب طلع على الأجل تاعك شحال تعيش، تقول واش بيا أنا ندير هذه الحسابات كامل. ولهذا قال وإنه لا يقضي أجله ولما يقضي أمله. يموت الإنسان يكمل حياته، ومستحيل واحد فينا راح يموت ويكمل شغلاته. ما كاش واحد مات كمل شغلاته مات، ما كاش كامل. يقول لك والله غير كان يشرب مات، كان يشرب في الماء مات، والله غير كان يتغدى مع ولاده مات، والله غير كان يسوق في السيارة رايح باش يجيب مات، والله غير كان يخدم مات. تسمى هذا يخدم في الشغالات مات، مازالوا شغالاته مازال. هذوك اللي ماتوا هذوك رحنا ليهم يقول لك بلي انا والله غدوه كنت ناوي عندي رونديفو عند الطبيب، والاخر يقول لك انا والله غير على واسموني شاري البي في الصيف معول نروح ندي الدراري يحوسوا، والله غير انا عندي عرس السمانه الجايه. تسمى كل واحد راه عنده مشروع. فاذا الموت ياتي بغته يقطع جميع المشاريع. الموت اخواني الكرام ينهي كل شيء، يحبس كلش، ينهي وسامه الوسيم لشباب يجي الموت ينحي له الزين تاعو، وينهي ذمامه الذميم اللي ماشي شباب، ماهوش شباب كاع نهائيا، يجي الموت يحبس له كاع الحكايه. المتألم اللي راهو عنده السطر، راهو عنده الوجع،
يجي الموت يحبس له السطر. شحال من واحد كان في المستشفى ومات ويجي الاخر يقول لك ارتاح، او لا غير ارتاح، ماليه يقول لك ارتاح. علاه؟ لكنه كان يعيط مسكين من الالام. وكاين ناس صحته وعافيته يجي الموت يحبس له العافيه. كاين اللي فرحان يموت في العرس، كاين عرسان وكم من عروس هيئوها لزوجها وقد نسجت اكفانها وهي لا تدري. كم من واحد في الكورتاج نقول والله غير مات عروسه مات في الكورتاج، العريس مات في الكورتاج، تسمى هذاك في الفرحه تاعو داه الله، فرحه ما كملهاش. وكاين ناس الحزن ما كملوش، كاين ناس يقول لك راحوا الجنازه في الروتور ماتوا، زعما مساكن رايحين الجنازه ماتوا هما محزنين وزادوا ماتوا، جا الموت حبس لهم الحزن. فلذلك الان واحيانا الانسان يحبس قلبه من الخلعه، من الخلعه يقول لك مسكين جابوا له خبر حبس قلبه مات. ربي عز وجل الحزن ما خلاش يكمل، جا الموت حبس كلش، الحكايه كاع خلاصت. ولذلك الان نشفى لها واحد النهار واحد الانسان ضرب واحد بالموس عندنا في الحومه، ضرب واحد بالموس وشوف السمانه كامله، لا هذاك داوه للسجن والاخر داوه للمستشفى ونحاولوا النزيف وكذا. المهم ضربوا واحد 15 مره ولا هذاك. المهم كبرى وتعافى وكذا، ولات حكايه في الحومه، واحد يقول لك اسمح له، واحد يقول ما تسمحلوش. يماه تجيني للدار وتقول لي شوف قنحوا لي برك، قنحوا لي يا ودي اسمح لي باش وليدي يسلك ما يدخلش الحبس، وباباه يجي يقول لي ما انا وليدي ما يسمحش. المهم شوف الحومه نص يقول اسمح ونص الحومه تقسمت على زوج. فاذا بها في يوم من الايام نسمعوا شكون؟ نسمعوا باللي هذاك الانسان اللي قتل في السجن باللي مات في السجن. قلت لهم سبحان الله جا الموت حبس لنا كاع الحكايه، خلاص هيا قلنا ربي ما فيها لا سمح لا ما تسمحش، انا خلاص انا درت له حساب واحد اخر. مات الانسان في السجن، القاتل مات وحده في السجن. الان تصور باللي الموت يحبس لك شحال من حكايه. ولهذا مانيش نقول لك باللي الموت مليح ومانيش نخلع فيك، راني نقول لك باللي الموت هو عباره عن واقع يجب ان نتعايش معه، نعيش معه وإحنا سعداء. لازم من الموت نغير نظرتنا للموت. الموت ماشي هو نهاية الحياة، الموت هو بداية الحياة. يا ليتني قدمت لحياتي. الموت هو بداية الحياة. عرفكم باللي الموت هادو الموتى هادو اللي ماتوا دوك الآن في المقبرة الله يرحمهم ويوسع عليهم، كي ندخلوا المقبرة وش يقولوا؟ أنتم السابقون ونحن ماذا؟ اللاحقون. هذه هي حقيقة الموت. الموت هو عبارة عن إنسان انتقل ركب حكم الطيارة راح دوك نلحقوك. هذا وش معناتها الموت؟ الموت ماهوش حاجة اللي تخلعك بزاف. تعرف اللي يخلعك أنك لما تروح عند ربي ماكش مليح، لما توقف في المحكمة تاع رب العالمين وانت ظالم الناس، لما توقف في محكمة رب العالمين وانت مفرط في حق رب الناس سبحانه وتعالى، لما تكون إنسان ما عندكش سيرة مليحة، لما تكون إنسان عشت غافل في يوم من الأيام وما تبتش بالغفلة هذيك. الموت إخواني الكرام إحنا لما ندخلوا وكأننا نرى أبناءنا وإخواننا وآبائنا وأمهاتنا وخاوتنا وبناتنا، نشوفوهم ونقول لهم السلام عليكم أهل الديار، أنتم السابقون، أنتم ما راكم ركبتوا طيارة. يروح يزور إنسان وليده وش يقول له؟ يقول له أنت يا راك ركبت خلاص، أنت هاوديك التاريخ توفي يوم كذا وكذا، هذا البي تاعك أنت راك كونفيرمي، رحت خلاص ركبت. ونحن اللاحقون احنا عندنا البي راه خلاص أنا ضامنين الركبة. كل نفس ذائقة الموت، عندنا البي كونفيرمي، ما كاش فيها لي زداتونت بالك ما تموت ولا. الموت موجودة 100%. قال له ربي عز وجل للرسول عليه الصلاة والسلام بصيغة التأكيد ومن دون مجاملة ومن دون أدنى شك، ما كاش لولا ولا عل وعسى ما كاش فيها. قال إنك ميت وإنهم ميتون بصيغة تأكيد. وقال كل نفس ذائقة. وش معناتها ذائقة؟ ذائقة الموت هنا ما قالش تذوق، قال ذائقة بمعنى 100%. ولهذا قال إنك ميت وإنهم ميتون. وهنا لما ربي يجزم لنا بالموت احنا واش نديروا؟ نقولوا لهذوك الموتى نقول لهم انتم كامل ركبتوا عندكم التاريخ وخلاص رحتوا. احنا عطاونا التيكي تاعنا تاع الطياره البي تاعنا رانا ضامنين احنا نركبوا، بصح المصيبه ما عندناش تاريخ. كان على بالنا التاريخ نقدروا نجهزوا الكابه تاعنا، نجهزوها ونكونوا واجدين ونروحوا فرحانين. ما عندناش تاريخ. على هذيك ربي واش قالنا؟ قال لك دبر راسك كل يوم كن واجد ولا تموتن الا وانتم مسلمون. كل يوم كن واجد. قادر نبعث لك ملك الموت وانت راقد تروح سيلونسيو، وقادر نبعث لك ملك الموت وانت تضحك وتقصر مع الجماعه، وقادر نبعث لك ملك الموت في فجأة في حادث مرور ما كنتش قاعد تستنى فيه، دي رابيت برك رحت.
ما عندكش الوقت حتى ترفد التليفون وتعيط لوليدك وتقول له اسمع هذيك الامانه تاع فلان مدها له بالك عطيله وكذا، ما كاش وقت. ويا سعد من ربي سبحانه وتعالى خلاله الوقت وخلاله التوبه والقلب الذي يصلح به نفسه. ولهذا نسال الله العظيم رب العرش الكريم ان ياخذنا اليه وهو راض عنا ان شاء الله. ما نلقاوش ربي وكاين حاجه في ذمتنا تسخط علينا رب العالمين. يا رب العالمين ادينا نضاف.